إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كما نعوذ به من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له الحكم حكمه والعدل عدله والقضاء قضاءه له الحكم وإليه ترجعون له الأمر وإليه تقلبون سبحانه من إله عظيم قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وقلت يا أملي في كل نازلة ويا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا يا خير من مدت إليه يده فلا تردنهما يا فبحر جودك يروي كل من يلد وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله عباد الله إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي حبيبنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار فما بعد هذه الدنيا من دار سوى الجنة أو النار فانظر يا عبد الله أي الدارين تختار يا
الله خبير بما تعملون. عباد الله، تعالوا بنا اليوم نعيش مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. اغتنم أيها الموحد بالله هذه الحياة قبل أن تضيع من بين يديك، فإن حساب الإنسان ورصيد الإنسان في هذه الحياة زمن محدود، أنفاس محدودة، وأيام معدودة، فاغتنم منها، فإن رصيدك هذه الأيام وهذا النفس الذي قد يخرج ولا يعود، فإن حياة الإنسان في الدنيا موسم الزرع والحصاد هناك في الآخرة، فاغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم منها. يوجهنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الزمن الذي يمر من بين يديك تحاسب عليه يوم القيامة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنيت عمرك في هذه الدنيا، في طاعة الله أم في المعاصي؟ ماذا قدمت في أيامك، في غدك؟ ماذا قدمت في ماضيك؟ اقف مع نفسك وقفة، حاسب نفسك اليوم قبل أن تحاسب عن الأيام، عن النفس الذي يخرج منك، عن الدقائق والساعات. ماذا قدمت فيها؟ أكنت في لهو في الدنيا؟ ماذا كنت تفعل؟ الإنسان في حياته، في اليوم الذي يمر عليه، ماذا يفعل فيه؟ قد تليه الدنيا، قد تراه إما أمام التلفاز جالس، إما على المقاهي جالس، إما في لهو ولعب يمرح فيها، أما في طاعة الله فهو بعيد. أجلست وقرأت من كتاب الله آيات لتزداد فيها من الحسنات وتقضي عمرك في طاعة الله، كما تدق بال المعاصي وكما تجلس في اللهو واللعب. وازن، تعال إلى طاعة الله. يناديك ربك في اليوم 5 مرات، قد لا تستغرق في اليوم كله ساعة واحدة في ال5 صلوات. ده على الأكثر إذا أتيت إلى بيت الله سابقا مقدما لنفسك دقائق تجلس في روضة الجنة تحسب لك عند ربك من بين 24 ساعة. 24 ساعة ما بتاخدش منها إلا ساعة واحدة في الصلاة. طب ال 23 ساعة راحوا فين؟ ما انت هتحاسب عليهم يوم القيامة فيما تضيعهم. طب اغتنم منهم ولو ساعتين، ساعة تعبد فيها ربك، ساعة تتلو فيها كتابك، ساعة تلعب فيها. باقي الساعات إما نائم وإما في العمل
حكومي، لكن تستطيع أن تجعل عملك طاعة، تستغفر الله، تسبح الله دون الصلاة، فإن التسبيح والذكر عبادة لله تبارك وتعالى. استغل وقتك ولو بالاستغفار، وأنت تمشي على قدميك وأنت جالس تتذكر كل ذكر وطاعة آمر بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو الاستغفار فقط. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. الاستغفار فقط. استغفر ربك 100 مرة في اليوم. النبي كان بيستغفر مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن قال أفلا أكون عبدا شكورا. نحن نحتاج إلى هذه العبادة. أما سمعت أن الله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا بعدها يا ربنا؟ يرسل السماء بسيطة تضيع من بين يدينا في الحياة. من أراد المال والبنون فعليه بالاستغفار. من أراد النعيم والرزق الكثير فعليه بالاستغفار. في حياتك اليومية اغتنم حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، قبل أن تشغلك الدنيا، قبل أن تلهيك الدنيا بملذاتها بزخرفها بمتاعها. فلقد نادت على النبي فطلقها 3 بل لعنها الحبيب المصطفى وقال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. لا نأخذ من الدنيا شيء. ربنا سخر لنا كل شيء وذلل لنا الأنعام وأعطانا الرزق في الدنيا ليقوينا على عبادته، لا لنمرح فيها ونمرح ونلهو بها، لكن لتقويك على عبادته. فاغتنمها في طاعة الله. اغتنم صحتك قبل سقمك، وأنت بعافيتك تستطيع أن تعبد الله وتحوز الأجر العظيم. كثير ممن رقد على فراش المرض ويتمنى لو أعطاه الله الصحة يذهب بها إلى بيت الله، لكن اليوم أعطاك ربنا صحة تقدر تمشي إلى جميع المساجد لتحوز الأجر العظيم. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كثرة الخطى إلى المساجد. لو مرض الإنسان مش هيقدر يمشي إلى المسجد. ترفع الدرجات في الجنة. كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يبقى الفرد يقدر يتمنى يستنى العصر. العصر جرب عليه قد ايه؟ عاوز اصلي قبل ما اروح الشغل، قبل ما اروح اجيب حشيش، قبل ما اطلع الغيط، عاوز اصلي. يبقى في قلبه متعلق بالصلاة، متعلق بعبادة ربه، ولو صلى في حقله وفي عمله وفي مزرعته، لأنه عنده حب للصلاة، عنده حب لعبادة الله، فيوفيه الله الأجر العظيم. لا تضيعوا الوقت من بين أيديكم. لذلك قال عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه شمس نقص فيه من عمري ولم أزداد فيه من عملي. صحابي جليل عبد الله بن مسعود
يقول هذا يندم على يوم يخاف من الله أن يمر هذا اليوم ويحاسبه ربه عليه، مع أنه بشروا بالجنة لكن كان عندهم وجل وخوف من الله، لذلك كانوا قريبين من الله تبارك وتعالى. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وبكت قلوبهم ودمعت عيونهم لله جل وعلا. لذلك يذكر لنا القرآن موقفين يندم عليهما الإنسان ولا ينفعه الندم. الموقف الأول حينما يستقبل الإنسان الآخرة ويستدبر الدنيا عند الاحتضار. في هذه اللحظة يتمنى لو ازداد في عمره ساعة، لو ازداد في عمره وقت قصير يغتنم منه من العمل. قال جل وعلا: حتى يتمنى لحظة الموت لأنه يعرض عليه عمله، لأنه يرى الملائكة أمامه عيانا بيانا لا يراها أحد إلا هو. إذا كانت ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب يتمنى لو كانت حتى الملائكة من الله بالرحمة، يتمنى مما بشر به من فضل لو ينتظر عليه ساعة أو أياما يغتنم فيها من الأعمال الصالحة ليرفع بها من درجته في الجنة، فيتمنى. ولكن كلا، كلمة هو قائل لا كتب الله عليهم أنهم إليها لا يرجعون، انتهى الأمر. والأمر الثاني حينما توفى كل نفس بما كسبت وتجزى كل نفس بما عملت ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. حينها يتمنى أهل النار لو يعودون إلى الدنيا، يقف على النار يقول: يا رب ارجعنا نعمل صالح، يا رب ارجعنا ومش هنكذبك تاني. قال جل وعلا: حتى عاوزين يرجعوا يسلموا تاني، عاوزين يرجعوا يعملوا عملا صالحا، لكن انتهى الأمر. كان قدامك فرصة وضيعتها، لكن اليوم أمامكم عمر وأمامكم عمل فاغتنموا منه، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحيي القلوب الميتة ليرى أمامه الطريق السليم، الطريق المستقيم من الطريق المعوج الذي يؤدي به إلى الهاوية. فاغتنم حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، مرحلة الشباب الذي يضيعونها في اللهو واللعب. أمامك فرصة من اليوم تستطيع أنت بإيدك تدخل الجنة أو تودي نفسك النار. لذلك اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الشباب: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها
شاب نشأ في عبادة الله هيظل يوم القيامة بمظلة من الرحمة حينما تكون الشمس شبرا من الرؤوس تغلي على رؤوسهم يظلهم الله لأنهم عرف طريق بيت الله، عرف طريق العبادة، عرف أن الدنيا فانية، عرف أن الله لا يأخذ من الدنيا إلا عمله، إلا أخلاقه، إلا كلامه الطيب، إلا حسن معاملته للناس، إلا صلة أرحامه، إلا بره بوالديه، إلا تلاوته لكتاب الله، إلا محافظته على الأذكار ليل نهار. فعرف الطريق السليم فأراد أن يأخذ الظل معه من الدنيا من اليوم قبل نهاية عمره. فتوبوا إلى الله واستغفروه ويغفر لكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والحبيب المختار ما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، لا بد من طاعة لله وتأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل أمرك إلى الله وتمسك بحبال الله ولا تجعل الدنيا تلهيك عن طاعة الله. قدم لنفسك أمامك عمل جميل، عمل صالح تستطيع أن تعبر به الجسر على متن جهنم بعملك. العمل يسير، الطاعة ببلاش، لكن المعصية بفلوس، تدفع فيها فلوس. طاعة الله مفتوحة، تعالوا إلى طاعة الله قبل فوات الأوان. شاب نشأ على طاعة الله، نشأ على محبة دينه واعتز به. اغتنم شبابك قبل أن يأتيك الهرم فيفوتك عمر طويل. وأخيرا غناك قبل فقرك. اللي معاه فلوس، اللي معاه مال يستطيع أن يعمل عملا صالحا سيكون من السابقين الأولين. وأنا أقول من هنا يا بخته عند الله، يا حظه الجميل عند الله لو استغل ماله وما أعطاه الله من فضل وأنفقوا في طاعة الله. لذلك فقراء المهاجرين ذهبوا إلى رسول الله فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. يعني أهل الغنى ذهبوا كل الأجور، يحجون ويزكون ويعملون أعمالا صالحة يا رسول الله. فالنبي يقول للفقراء إيه؟ ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله قل. قال شوف الأمر اليسير اللي كنا ساعات نتركه نجري إلى الدنيا. تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. شوف آخر الصلاة بتقول إيه؟ ولو قرأ آية الكرسي يا سلام. من قرأ آية الكرسي آخر الصلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني لو قال آخر الصلاة وقدر الله وروح بيت ومات هيدخل الجنة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قدامك باب للجنة وبتنساه وبتتركه. أعمال عظيمة. فقال يا رسول الله إن أهل الدثور يذهبون بالنعيم المقيم يحجون ويزكون. فقال لهم على هذا الشيء دبر كل صلاة. فقال يا رسول الله ما احنا بنعمل زي ما بنعمل لكن برضه لهم فضل في أموالهم. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هم بعينهم سابقين. لو استغل ماله في طاعة الله مش شرط انك تطلع مبلغ كبير وتقول يا عم انا بوكل اولاد النهارده انا بقدر على المعاش
عايش تحتي ده طبعا أكف نفسي، ده لو جنيه، لو نصف جنيه. شوف السيدة عائشة بتقول ايه؟ بتقول اتقي النار ولو بشق تمرة، نص بلحاية كده تديها الفقير عيل يتيم وانت ماشي في الشارع، بتيجي يوم القيامة زي الجبل. اتقوا النار ولو بشق تمرة، هتيجي يوم القيامة عامله لك زي الجبل لك حجباك عن النار. إن الله يقبل صدقة أحدكم، شوف النبي بيقول ايه؟ بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، ابن الفرس يعني، حتى تكون مثل الجبل، بس بيطلعها بإخلاص. تيجي يوم القيامة تقول ده بقى اللي قد العين دي بقى اتحسبت بينا قد العين، يا ريتني كنت عملت كتير، يا ريتني انفقت ماله كله. لذلك سيدنا أبو بكر لما النبي طلب صدقة أعجب ماله كله، عارف إن الدنيا ملاش أي قيمة، فأغناه الله من فضله، كل ما ينفق ربنا يزيده مال. اعلم أن الله إذا أخلفت جنيها هيخلف عليك بأكثر منه أضعاف ومضاعفة من حيث لا تحتسب. ما تظنش مثلا واحد يقول يعني أنا أطلع جنيه ربنا يرزقني 100 جنيه، هيرزق بأكثر من 100 جنيه، هيرزقك بصحة في بدن لا تصرف على المرض مليما، هيرزقك بأولاد يطيعونك ويدعون لك بعد موتك، هيرزقك بأنك لا يصيبك هم ولا غم في حياتك ويجعل حياتك سعيدة، هيرزقك بأن يرشدك للعبادة فتحب طاعة الله. عرفت بقى إني اغتنم غناك قبل فقر. الدين جميل ويسر وسهل وطريقه إلى الجنة يسير، ولكن نحن نصعب على أنفسنا، فإن النفس تميل إلى الراحة، فإن النفس تميل إلى الدنيا، فطلقوا الدنيا واقبلوا على طاعة ربكم فكلنا سنرحل إلى الله، ولا نأخذ معنا من الدنيا إلا 3 لفائف ويطوى فيها عملنا الذي سنرحل به إلى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن من الختام، وأن يتوفنا على الإيمان، وأن يحصرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اجعل آخر عمرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اختم لنا بها يا رب العالمين. اللهم احينا على طاعتك وأمتنا على طاعتك. اللهم ظلنا يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ظلنا يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واقبلنا واجعلنا من المقبولين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلادنا خير البلاد، واجعلنا من خير العباد والعباد. أمنا في بلادنا، أمنا في أوطاننا، اجعل مصرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. من أراد بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بفتنة وسفكا للدماء يأخذ أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. ارفع كلمة لا إله إلا الله آية خفاقة في كل مكان، احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارفع الألم عن المألومين، ارفع الوجع عن الموجوعين. اللهم اشف كل مريض يعاني يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحمهم في قبورهم، اجعل قبورهم روضة ورياضا ونورا علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين لا تخزنا في دنيانا، ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.